ريحة الطاجن وهو في الفرن بيملى البيت كله سعادة. طاجن بسلة بلحمة دايبة وطرية وصوص تقيل يتاكل بالعيش أو مع الرز. هنعمله النهاردة بإذن الله بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم زي زمان. أنا عبير، لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى لو عجبتكم تشتركوا في القناة، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بسم الله. في البداية هنبتدي نسلق اللحمة. في حلة على النار هضيف معلقة كبيرة من الزبدة، وأول ما تدوب وتسخن هنزل بكيلو من اللحمة أو أي كمية زي ما تحبوا على حسب رغبتكم، وهديها صدمة. وأول ما لونها يبتدي يتغير هضيف عليها معلقة صغيرة من السكر وأقلبها علشان تاخد صدمة من كل الجوانب. وبعدين هضيف عليها بصلة متوسطة، ورقتين لورا، فلفل اسود حب، والمفروض 3 أو 4 فصوص حبهان، بس للأسف اتفاجئت انه خلص. لو متوفر عندكم ممكن تضيفوه. هقلب المكونات مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، وأول ما تبتدي تاخد اللون الجميل ده هنزل عليها بمية سخنة بتغلي، وأول ما تطلع ريم أو رغوة بشيلها بالمعلقة واتخلص منها علشان الشوربة تبقى نقية. وبعد ما هتخلص من الريم أو الرغوة بسيبها تستوي 3/4 تسوية، وبعدين بضيف الملح واسيبها تستوي 100%. دلوقتي هغطيها واسيبها تستوي مع نفسها. وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. في حلة على النار هضيف حوالي معلقة من الزيت ومعلقة سمنة بلدي أو أي نوع سمنة متوفر عندكم. بعد ما سخنوا هنزل ببصلة متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، هقلبها شوية، وبعد ما دبلت وأخدت لون ذهبي خفيف بالشكل ده هضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم. أنا مش بحب البصل ياخد لون غامق. هقلبهم مع بعض لغاية ما يدوب الثوم ياخد لون ذهبي خفيف وريحته تطلع. وهضيف نص معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، وحوالي ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات أو البهارات المشكلة، وحوالي نص معلقة صغيرة من الكمون. هقلب المكونات مع بعض. بحب أضيف التوابل في المرحلة دي، بتدي للطاجن طعم تحفة. أول ما التوابل تسخن وريحتها تطلع هضيف كيلو من البسلة الفريش مغسول ومتصفي، وهضيف عليهم 400 جرام من الجزر مغسول ومتقشر ومتقطع مكعبات صغيرة. أنا بحب أزود كمية الجزر في البسلة. الكمية طبعا ترجعلك على حسب رغبتك إذا كنت بتحبيه كتير أو لأ. بعد ما قلبت المكونات شوية حوالي دقيقتين أو 3 هضيف نص كيلو من عصير الطماطم ضربته في الخلاط وصفيته من القشر والبذر، ولون عصير الطماطم كان فاتح زي ما انتوا شايفين، فهضيف عليه معلقتين كبيرة من صلصة الطماطم وهقلبهم مع بعض. وهضيف عليهم نص معلقة صغيرة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم، ومعلقة صغيرة من الملح. ودي مرقة لكل الاستخدامات، هضيف منها معلقة صغيرة اختياري ممكن تستغني عنها. هقلب المكونات مع بعض واغطيهم واسيبهم يتسبكوا شوية. وبعد ما اتسبكت شوية هنبتدي نضيف الشوربة. ضفت 10 مغارف من شوربة اللحمة. كمية الشوربة مش كتير، لسه هتغلي وهتتبخر، وهندوق طبعا ونظبط الملح لو محتاجة او لأ. وعلشان عايزة لونها يبقى مظبوط هضيف معلقة صغيرة من البابريكا، وهقلبها واغطيها واسيبها تستوي 3/4 تسوية. استوت 3/4 تسوية هنبتدي نضيف اللحمة. بعد ما سلقناها واستوت هنحطها تاخد غلوة مع البسلة وهي لسه على النار علشان ياخدوا من طعم بعض. بعد ما ضفت اللحمة الشوربة طبعا قلت واتبخرت شوية، فهنضيف 3 مغارف من الشوربة واغطيها واسيبها تغلي وتكمل تسوية. بعد ما البسلة والجزر استووا زي ما انتوا شايفين هنضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم، بتنقل الطاجن في حتة تانية خالص. هنقلبها وكده جاهزة معانا. هننزلها من على النار وهنحطها في طاجن فخار أو بورسلين أو بايركس المتوفر عندكم. هنظبطها وهنضيف عليها قرن فلفل بالشكل ده، وهندخلها فرن ساخن مسبقا على الرف الوسط تغلي غلوة وتاخد من طعم وريحة الفرن.
والوش ياخد لون جميل. مش هتقعد في الفرن كتير لان كل حاجة مستوية، هتقعد حوالي نص ساعة. وده شكلها بعد ما دخلت الفرن واخدت لون جميل اللهم بارك. انا بالنسبة لي اللون كده تمام. لو حابة تديها لون اكتر من كده وتشغلي عليها الشواية زي ما تحبي. دلوقتي هنخرجها من الفرن. وطاجن البسلة بعد ما خرج من الفرن وشكله قمر قوي بيتكلم عن نفسه. هوريكم البسلة والجزر مستويين كويس جدا، واللحمة دايبة ومستوية، والطعم كله شارب من بعضه. هنقدمها بقى مع الرز بالشعرية، ولو حابين تاكلوها بالعيش زي ما تحبوا. ويلا نسمي بسم الله وندوق الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها اللهم بارك ولا غلطة. أنصحكم تجربوها بنفسكم، متأكدة بإذن الله هتعجبكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة، وهستنى إن شاء الله كومنتاتكم اللي بتسعدني دايما. لو عجبكم الفيديو وعجبكم الوصفة تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تنوروني وتشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير، مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.